الغرفه بحيث ان هي تاخدك في عالم عباده. ان شاء الله باذن الله الغرفه ديت لما تخلص هتبقى حاجه تحفه باذن الله لانها خاصه بالعباده. عملنا الكيرف اللي انت شايفه في الجبسون بورد دوت، وطعمنا الكورنر الرفيع ده طعمناه بليد بروفايل. عاملين سماعه في كل غرفه، في سماعه، وكل سماعه عليها هنا ليها زرار تحكم. يعني لو حاولنا نقيد من هنا الشفاط، سامعين الصوت؟ صوت الشفاط ده بيطرد على بره تلقائي، يقفل اوتوماتيك على طول مفتاح قاطع غير المفتاح اللي موجود في اللوحه كامان. الله وبركاته. معاكم المهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي للتشطيبات، موقع شبرا مصر. شغالين دلوقتي في النقاشه زي ما انتم شايفين. عاوزين نبص سريعا على الكهرباء، خلصناها الحمد لله. عاملين كل حاجه هنا في الكهرباء على مفتاح لوحدها. هنا اول ما دخلت المدخل بتاع الشقه، لو بصينا في السقف عندي السبوتات على مفتاح، وعندي الليد بروفايل على مفتاح، وعندي بيت النور على مفتاح، وطبعا الابليك ده على مفتاح. لو دخلنا في غرفه، اول غرفه دي اسمها غرفه العباده. غرفه العباده عاملين فيها قبله ان شاء الله باذن الله بتتفنش في النقاشه. كل الكلام ده هيبقى فيه هنا السي ان سي، تمام، زي منظر قبله. وهنكتب هنا فوق هنا بالسي ان سي جمله جميله عن الصلاه، تمام. وهنحاول برضو نزخرف الغرفه بحيث ان هي تاخدك في عالم عباده. ان شاء الله باذن الله الغرفه ديت لما تخلص هتبقى حاجه تحفه باذن الله لانها خاصه بالعباده. طبعا هنا برضو مقسمين كل حاجه على مفتاح. حتى هنا القبله بتاعتنا لو بصينا هنا عندي هنا القبله، على كل حاجه في القبله على مفتاح، والسبوتات على مفتاح، وهنا الاثنين اللي في الجناب على مفتاح، وعندي السبوت اللي هو الليد بروفايل اللي فوق، الليد بروفايل اللي هو الليد بروفايل هنا على مفتاح لوحده. مقسمين كل حاجه. وهنا البراز دي خدمات عشان خاطر هيبقى فينا ركنه تبقى تفتح معاك استراحه اللي عاوز ينام عليها، وبرده يعني تبقى شغاله معايا. لو جينا نكمل، شفت انت الكيرف ده لما يخلص، كيرف جيبسون بورد دوت، ده بنعمله في اماكن اللي هي فيها كاميرات كتير. هنا الشقه لو انتوا شفتوا فيديوهاتنا اللي قبل كده، الشقه عندي كاميرات كتير جدا فيها، فاحنا مستغلين الكاميرا دي. عملنا الكيرف اللي انت شايفه في الجيبسون بورد دوت، وطعمنا الكورنر الرفيع ده طعمناه بليد بروفايل. ليد بروفايل دوت يعني بيدي ايحاء ان الجزء هنا عريض، فيمنع معايا الشكل بتاع الكاميرا. اصلا هنا برضو في كاميرا كبيره عاملين برضو فيها هنا الكيرف. طبعا كل الاضاءه دي على مفاتيح، كل حاجه عندي هنا في الاضاءه زي ما قلنا كل حاجه على مفتاح. انا عامل كل حاجه، يعني كل خط ماجنتيك على مفتاح، وكل ليد بروفايل على مفتاح، والجزء ده برضو خاص بيه مفتاح، برضو خاص بيه، والبيت النور على مفتاح، كل حاجه خاصه بمفتاح. بص معاك الجنب ده كله كده، الريسبشن ده بالكامل. الريسبشن ده 4 قطع كبار، في كاميرات كتير زي ما انت شفت من الاول. هنا عملنا كيرف، وهنا كيرف، وهنا كيرف، وهنا برضو عملنا كيرف، تمام. دي الطرقه معايا عملنا فيها اكتر من اضاءه. بص معايا كده على الطرقه عاملين بيت النور لوحده، السبوتات لوحدها، الليد بروفايل لوحده. في معايا هنا في السبوتات دي كلها لما تركب في الاخر برضو فيها ديفيتير مع هنا التحكم الثاني. اقدر اتحكم برضو في الاضاءه، سواء من الاول او من الاخر اتحكم في الاضاءه زي ما انا عاوز. عن الغرفه دي غرفه الماستر. برضو غرفه الماستر عاملين فيها اجزاء كتيره جدا. عندي هنا الجزء الاولاني ده الجزء بتاع القعده، وعندي ده الجزء الثاني اللي هو الداخلي اللي هو فيه ليد بروفايل وسبوتات ومعايا بيت نور. شغل كهرباء كتير عشان ما اضيعش وقت. احنا هنا لسه في مرحله النقاشه، وزي ما انتم شايفين السماعه، شغل السماعات عندنا في كل مكان عاملين سماعه، في كل غرفه في سماعه، وكل سماعه عليها هنا ليها زرار تحكم خاص بيها، يعلي ويوطي ويطفي السماعه، بالاضافه الى الجهاز الام موجود في الريسبشن في وحده الشاشه. ده بيبقى موجود معانا هناك في الريسبشن، بيتحكم في كل السماعات. معانا لسه الشقه طويله ما شاء الله، اتكلمنا عنها كتير. معانا لسه في الغرفتين التانيين فيهم شغل برضو، بس مش هناك الناس شغاله. تعالى معايا كده المطبخ والحمام. الحمام طبعا عشان ما امر السريع على الحمام ده اللي اتكلمنا عنه كتير، بس كل حاجه خلصانه بس مقفوله عشان بس ما نبهدلش. معانا الخورنات برضو فيها اضاءه، معايا شفاط
هنا الشفاط ده خاص، مفتاح خاص بيه لوحده، بيتحكم فيه لوحده. معايا برضو المطبخ، مركبين في المطبخ شفاط. هنا الحمام طبعا خلص الحمد لله، كل حاجه خلصت في السباكه ومتغلفه عشان بس ايه النقاشه ما تهلكش فيها اي حاجه. وبرده في شفاط في الحمام على مفتاح خاص بيه لوحده. يعني لو حاولنا نقيد من هنا الشفاط، سامعين الصوت؟ صوت الشفاط ده بيطرد على بره تلقائي، والاسبوتات دي على مفتاح، وهنا المرايات دي على مفتاح. هنا عند المطبخ برده عاملين شفاط كبير في المطبخ هنا في الوسط، ومكترين الاسبوتات مع الليد بروفايل. هنا برده كل حاجه على مفتاح. لو جيت اقيد الليد بروفايل مثلا، او هنا دي الاسبوتات، معايا هنا الاسبوتات، ومعايا برده ليد بروفايل، ليد بروفايل على مفتاح، والليد على مفتاح. ومعايا هنا اضاءه هنا خاصه بالمطبخ نازله للمطبخ، ومعايا هنا السخان اللي لسه بيتظبط. ففي برده ملحوظه في السخانات لما بنعمل السخانات بنعمل لها مفتاح قاطع قبل العلبه بتاعه السخان، عشان لا قدر الله لو في اي مشكله في السخان يقفل اوتوماتيك على طول مفتاح قاطع، غير المفتاح اللي موجود في اللوحه، كامان ايضا، كامان مرحله ثانيه. ان شاء الله باذن الله كانت تستنونا ان شاء الله. احنا شغالين على النقاشه، هنخلص النقاشه وتركيب السماعات ونفنش الكهرباء، وان شاء الله نعمل فيديو نهائي بعد ما نشيل الكرتون كله على السباكه ونفنش الموقع باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.